المقتل شو يقول؟ يقول لما طعن علي الأكبر الفرس وين راحت بعلي الأكبر؟ رجعت لو غاصت في أوساط الجيش. ها؟ ليش تغوص؟ اكو فرس يغوص في أوساط الجيش. طبيعة الحيوان من يشوف جيش شو يسوي؟ يهرب، ياخذ طريق ثاني. هذه ليش غاصت في أوساط الجيش؟ الفرس إذا ألجمت بطريقة مستمرة واعتادت على الركض بعد ما عندها سيطرة تنطق قيادتها لمن؟ للفارس. فعلي الأكبر كان طريقة قتاله بطريقة السرعة، يعني هو راكض. تصور الحال، يعني الفرس منطلقة على سرعتها وهو يقاتل. ولهذا لما وقع على قربوس فرسه شنو اللي صار؟ هاي الفرس ظلت مقادة فترة من الزمن مو ملتفتة لشدة سرعتها واعتيادها على هذه الطريقة في القتال. شنو هذا؟ هذا كنت ما قاعد يسولف عن مقاتل عادي، قاعد يسولف عن فرد حال فريد، فرد حال عجيب في واقعة الطف. في بعض النصوص، هاي النصوص اللي أنقلها تقريبا ينقلونها الكتب الروائية بالإجماع، يقول لما حمل علي الأكبر إلى أن يقول حتى ضج أهل الشام من كثرة يده ومن كثرة من قتل منهم. شنو ضجوا؟ ضجيج يعني صار، يعني هواي قتل منهم إلى حد أنهم هم وصلوا إلى فرد حال عجيب. هذا علي الأكبر. كل العبارات اللي ترجمت علي الأكبر عبارات عسكرية جدا عالية، جدا جدا عالية. يقلب يمين الجيش على شماله، ما استقبله جحفل إلا رده، يطرد كتيبه، يغوص في الأوساط. شنو هذا من العبارات؟ كل واحد أمين يصدرني يقعد يباوع بيه. شنو هذا؟